بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله. اليوم إن شاء الله بدنا نفرز الملوخية. هاي الملوخية جهزناها ونظفناها، بدنا بس هلا نغسلها ونجهزها للتفريز. هلا بدنا ناخذ الملوخية نغسلها ونحطها بالمصفاية نصفيها، وبعدين بتتابعونا واحنا بنعمل فيها. ممكن نحط عليها مي ونغسلها أكثر من مرة لما نشوفها فيش فيها تراب، بعدين بنبلش نشتغل فيها. هينا غسلنا الملوخية وجهزناها، حطينا بالطنجرة مي بس تغلي بنحط لها معلقة سكر ومعلقة كربونات وبنسقط الملوخية فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا معلقة ونص سكر، معلقة كربونات، هلا بنسقط فيها الملوخية. نحركها هيك الملوخية وهي بالمي، بس تقلب عليها قلبة واحدة بنقيمها. نحطها بمصفاي، في ميتها. حطينا دور تاني هلا، ولما نخلص كل الكمية بنرجع مية بنحط في قلبها تلج. وهلا بنحط الملوخية فيها عشان تاخد صدمة. نحط الملوخية بقلب المي الباردة بعد ما صفت ميتها، بعدين بنقيمها من المي الباردة بنصفيها. هيك بتضل الملوخية خضرة. هنا خلصنا كل الكمية الملوخية. هلا بنخليها بالمي شوي، يعني ابو 10 دقايق، بعدين بنصفيها بنتركها لما تتصفى كل ميتها، بعدين بنحطها بأكياس وبنفرزها. تابعونا للآخر لما تشوفوا كل اللي عملناه. هنا بنصفيها من المي الباردة، بنتركها تتصفى مظبوط، بعدين نفرزها. بنحطها هلا بالأكياس، ولما نطلعها بنفرمها. هلا بنخلص كل الكمية وبنرجع لكم. بدنا نخلي منها طبخة نطبخها قدامكم تنشوف كيف بتكون شكلها. أعملها بهذه الطريقة هيك. خلصنا كل كمية الملوخية، وهلا إن شاء الله بنحطها بالفريزر.